بصوا يا جماعه، عايز اتكلم معاكم في موضوع فيما يخص نظام الادابتيف كروز كنترول، او ان العربيه تسوق لوحدها حسب سرعه اللي قدامها، وانت بس مجرد كل 15 ثانيه تمسك لها الطاره زي كده، علشان بس ايه، تفهم ان انت لسه عايش. طيب انا واحد من الناس، يعني ربنا يعفي عنكم يا رب جميعا، معرض ان يجي لي غيبوبه سكر لان انا عندي السكر. طيب على فرض ان انا مشغل النظام ده، وما بين ال 15 ثانيه او في وقت ال 15 ثانيه اللي ما بين التحذير والتحذير تعبت، جالي غيبوبه، اي حاجه حصلت لاي حد، تمام، ايه التصرف الطبيعي؟ انا عايزك بس كده تبص معايا على الشاشه. ده كده الادابتيف كروز كنترول شغال، العربيه ماشيه، طريق فاضي، انا مديها سرعه وهي مثبته نفسها، ولو حاجه ظهرت قدامها هي هتفرمل، مفيش مشكله. الفكره بقى هنا دلوقتي بيديني تحذير، بيقول لي بعد اذنك امسك الطاره. طيب هو تحذير على الشاشه، بعد كده بيبدا يديك صوت، تمام، بيديك ايرور كده صوت على فترات متباعده، وبعد كده بيبدا يقرب المسافات دي بتاعت الوقت اللي ما بين التحذير الصوتي والتاني. بص بقى هيعمل ايه بعد كده. عمل هنا تحذير على الشاشه الكبيره كده، هو فصل النظام حرفيا، حرفيا هو فصل النظام. انا دلوقتي ماشي، العربيه ماشيه زي ما هي، جميل، هي حرفيا بدات تخرج من الحاره. بص، هي بدات تروح يمين، ملهاش دعوه باي حاجه. طبعا لو انا مسكت الطاره كده وعدلتها تاني، الموضوع هيرجع تمام وزي الفل. ف انا برجو من شركات العربيات ان هي تطور النظام ده، تحسبا ان ممكن اللي يسوق يكون شخص مريض، شخص تعبان، يموت فجاه، فبالتالي لو حصل حاجه زي كده وهو ماشي، يا اما هيخبط في العربيات اللي حواليه، هيخبط في سور العربيات اللي حواليه، يعني هيعمل كارثه على الطريق. فلا يعني يبقى في سنه اهتمام بس كده، والنظام ده يتعمل له تعديل بحيث ان هو يتناسب مع مثل هذه الظروف. قولوا رايكم في الكلام ده. شكرا.